السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. واكلتنا لهذا اليوم هي سمك مشوي على الفحم مع الارز. هنا عندي سمك، وهنا بصل مثوم، فلفل حلو اخضر، وطماطة مقطعة، ليمون عندي للسمك، وملح. نبدأ على بركة الله. هذا عندي مي التمن، البهارات مالتي المعتاده يعني عليها، وانتم هم اعتاديتوا يعني عليها، ما يحتاج اقول لكم بيها، موجوده بالفيديوهات. هاي التمن، العفو مي وملح والبهارات. راح اطبخ التمن. هذا التمن هنايا، هذا عندي ملح هنا، ملك المي ماما. هذا ليمون، هسه هذا التمن عندي هنايا راح ابزله. هذا التمن بعد ما بزلته. وهسه حبايبي هذا قدر عندي، خليت بيه زيت. راح هسه حبايبي حمرت البصل والفلفل الاخضر، راح اضيف الطماطم، راح امسها. هسه هذا الزيت عندي بالقدر، وهاي البهارات الصحيحه مالتي اللي انتم تعرفوها بعد. هناك خليتها ويا التمن مطحونه، بالعفو وصحاح، وهنايا مطحونه. هسه هاي عندي البهارات المطحونه، راح اضيف التمن فوقها. هسه بعد مخلط التمن ويا البهارات المطحونه، راح اضيفه فوق العفو، اخليه على. هاي هنا راح اضيف ليمون، اريد حموضه تصير بالبصل والفلفل كله. هسه هنا بعد ما كمل عندي التمن، وخليت عليه الزيت شويه، وباقي الفلفل الحار، وهاي البهارات الصحيحه ابقيها حتى ياخذ نكهه اكثر. راح هسه سلفنته، اطبق عليه. هسه هاي عندي الشوايه زيتتها، انا خليت لها زيت حتى يلزق السمك. وهذا السمك ما خليت له اي شيء، بس الليمون العفو والملح، يعني يصير شلون مسقوف تقريبا. راح اسد الشوايه عليها. طبعا هذا السمك اول مره احنا نجيبه، يصيحوه اندونوسي، بعد ما اعرف طيب ما طيب. وهسه هذا عندي التمن كمل هنايا بعد ما سخنته وهدرته. راح اضيف، هسه راح اضيف الفحم حتى انكهه بنكهه الفحم. هذا الفحم هنا انا عندي مجمرته. هاي هنا الفحمايه، وهنا الاخ اضيف عليهم زيت. اطبقه باصل. هسه حبايبي هاي راح اشيلهم اخليهم على جهه، يعني اخذت النكهه مالتهم. وهسه راح اشوفكم. هذا عندي هنايا التمن جهز، وهنايا السمك، وهذا السمك اللي شويته على الفحم، وشويت وياه طماطه وبصل، شويت وياه طماطه وبصل. وهسه راح اصب واشوفكم. وهسه حبايبي كملت اكلتنا لهذا اليوم، اللي هي السمك المشوي مع الرز الاصفر. وهاي هسه عندي صلصه مال سمك، راح اخلي عليها.
حبايبي لا تنسوني باللايك والاشتراك، بألف عافية علينا وعليكم إن شاء الله.